خوتي خواتاتي، سلام الله عليكم. فيديو اليوم هو حول المثلية الجنسية والدعم الكبير اللي كتلقاه من طرف الدول، لدرجة أن بعض الحكومات كتطالب بالبويكوت على قطر فقط لأنها منعت حضور الرايات والعلاقات بين على أراضيها خلال كأس العالم. هو الأمر اللي انتقدوه سياسيين كبار في أوروبا من قبيل وزيرة الداخلية الألمانية فايزر، كيف شفنا في فيديو المونديال تقدر تشوفه من هنا. هاد السياسة الداعمة لهاد اللوبيات استغلت عديد المجالات لدعمهم، وكلنا شفنا إنتاجات نتفليكس مؤخرا اللي ولاو خارجين ليها نيشان كأنها أمر عادي. والأخطر من هذا هو أن الدعم وصل حتى للرسوم المتحركة، سبونج بوب كمثال، وشركة ديزني الغنية عن التعريف واللي كبرنا معاهم مع شخصيات كميكي ماوس وسنو وايت وبينوكيو. صارت كتروج للمثلية في أعمالها، وآخرها لايتير اللي تم منعه في أكثر من 14 دولة إلى حد الآن. وبعيدا عن السينما والكرتون، حتى كرة القدم أصبحت تدعم المثلية باعتبارها أكثر المجالات متابعة. مثلا رابطة الدوري الإنجليزي اللي كل أنديتها لازم عليها يدعموا، وشفنا كل الأندية تدعم من أكثرهم شعبية، مانشستر يونايتد، أرسنال وليفربول. وكذلك في الدوري الفرنسي اللي إلزامي على الفرق تلون أرقام القميص بقوس قزح، في واقعها كل شيء غيكون عارفها ديال إدريسا غاناغاي اللاعب السنغالي اللي رفض يلعب في جولة دعم المثلية، ونادي باريس سان جيرمان اعلن انه مصاب، وتسرب الخبر للاعلام اللي داروا عليه حملة كبيرة واستدعته لجنة العقوبات في الدوري الفرنسي من اجل الاستنطاق، ولقى دعم كبير من كل العرب والعالم الاسلامي. هذه الحملة خلات إدريسا غاناغاي يخرج من فرنسا ويرجع نحو انجلترا. وفي سيناريو مشابه تقريبا في الدوري الهولندي، عميد نادي فاينورد أوركون كوكتشو رفض يكون عميد للنادي بسبب شارة القيادة اللي كانت ملونة لدعم المثلية، وبرر قراره بأن معتقداته ما كتسمحش ليه للدعم. وفي الدوري الألماني أيضا كان داعم المجتمع الميم، لدرجة أن نادي بايرن ميونخ استعمل ملعب أليونز أرينا للدعم. وفي إيطاليا أيضا فريقين فقط اللي امتنعوا، وهما إنتر ميلان وايس روما. أما إسبانيا برشلونة رضخت للضغوطات ودعمات المثلية، وبقى حاليا نادي ريال مدريد الوحيد اللي ما دعمهمش، بل وصلوا للسخرية منهم باستعمال كلمات أغنية راشد الماجد أنا الأبيض إذا غيري تلون. وصراحة ما غنتعجبوش إلى كل شي دعمهم، لأن هاد الحركات المثلية وراءها لوبيات كيدعموها بملايير الدولارات، ودعم إعلامي كبير غير مفهوم الغرض منه. وفي الأخير وقبل إنهاء هذا الفيديو، أسألكم الدعاء للجد بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين. في أمان الله.